لاعب ابو سليم يوم الاحد يوم 26/11، ولكن 8 اسماء غايبين عن الزمالك في مواجهه ابو سليم الليبي في الكونفدراليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم مسلم في الفيديو. صلى الله على النبي ورحمه الله وبركاته. حبيبنا الفلسطينيين ربنا يرحمهم ومش مرضاهم، قادر يا كريم. 8 اسماء غايبين عن الزمالك في مواجهه سليم بالكونفدراليه، وهي خطه كبيره جدا للزمالك، هي ضربه قويه في نادي الزمالك، والزمالك في موقف لا يحسد عليه. الزمالك في موقف لا يحسد عليه. 8 لاعبين من الاساس، من اللعيبه الاساسيه في الزمالك، بيغيبوا عن مواجهه ابو سليم يوم النهارده يوم 26 ببرج العرب في الكونفدراليه. الجهاز الفني معتمد جمال قال للعيبه، وقال ان غياب اللعيبه دي لاسباب مختلفه، اسباب اصابه واسباب تربويه. الاسباب التربويه عرفناها وعملناها في فيديو قبل كده، وقلنا ان احمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ده لاسباب تربويه من اداره نادي الزمالك، وقلنا شابوه لاداره نادي الزمالك علشان كل لاعب يعرف حجمه وقدره، والنادي الزمالك قدره كبير ومكانته كبيره في وسط جماهيره وفي وسط ادارته، وده اللي كانت غايبه عن النادي الزمالك فتره مرتضى منصور. وباقي اللعيبه اللي هو محمود علاء والونش وحسام عبد المجيد، الثلاثه في خط الدفاع مصابين. هيلاعب مين في خط الدفاع؟ ما قداموش بقى لما حمزه المسلوسي يلعب في الدفاع بقى. يعني الزمالك بصراحه ما بقاش عنده دفاع في الماتش اللي جاي ده. وطبعا عندك عبد الله جمعه ومصطفى شلبي الاصابه، وتصريحات معتمد جمال قال لك ان اللعيبه بصراحه في لعيبه كبيره جدا جدا مؤثره على الفرقه، ولكن معظمهم للاصابه ومعظمهم لاسباب تربويه، وده اللي هنشوفه في مباراه الزمالك القادمه ان شاء الله، وان شاء الله يكون الفوز بالدوري من نادي الزمالك. وسلام.